والخبر حقيقي فعلا، ويمكن يكون اتأخر كتير، بس يعني هتلاقي السبب إن في شكوى اتقدمت ضدها، ومجلس النقابة بتاعة الموسيقيين وقف فعلا هيفاء وهبي عن الغنى. وما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس وتدوس لايك لو الفيديو عجبك. صدر قرار كده من نقيب العام والسادة أعضاء مجلس الإدارة محيط علم سيادتكم بأنه، وقعدوا يقولوا بقى يعني اللي موجود في البيان ده، إن يعني الجلسة اتأجلت أكتر من مرة وطلبوا حضورها، وطبعا ما حضرتش في الآخر، فصدر القرار بمنعها من الغنى. مدير أعمال هيفاء وهبي السابق يعني، هو طبعا اللي حضر عمل التحقيقات دي كلها، هو اللي طلب يعني التحقيق فيها، وقال ان هيفاء ما حضرتش التحقيقات، واتبرأ هو من الاتهامات الكاذبة. هي كانت اتهامته اتهامات يعني تبرأ منها في الاخر امام النقابة. وهي زي ايه الاتهامات دي؟ انه بوظ لها الحفلة الاخيرة بتاعتها في مصر، او نتعاقد على اعمال باسمها من غير ما يرجع لها. وطبعا قاضي مجلس الدولة حتى اوصى النقابة ان غير مدان، والنقابة خدت قرار بوقف تصريح غنائها في مصر تماما، وهيرفع عليها دعوى تعويض وتشهير. لحد دلوقتي اقول لك ان ايه اللي هيحصل مع هيفاء وهبي، ان هي ترجع تاني عادي، مفيش اي مشكلة، هتحضر التحقيق، هتقدم تظلم النقابة وهتشوف ايه المشكلة وهترجع. يعني هيفاء وهبي مش هتوقف خالص غنى، ولا النقابة اصلا بتاعت الموسيقيين بتوقف اي حد دلوقتي.